ينسى الصوت. شوف هنا همينه كاتب لك M8 كومبيتيشن، ولكن هاي الاشياء كلها احنا هسه ما نريدها، يعني الكاميرات والكاميرات ال 360 وما اعرف شنو، هذا بعد ما نريده بعد، يعني هاي صارت اشياء قديمه مثل ما نقول. حتى المسافه قام يحسب لك اياها بالكاميرا، حتى اوتوماتيك باركينج بيها للسياره. عندنا اهم شيء هي دقمه الام، شوفوا تدوسون هنا ام، عندك الرود. طبعا اول شيء الشاشه تتغير على حسب الشيء اللي انت مختاره. عندنا هنا الرود، وعندنا هنا الرود اللي هو النظام العادي، عندنا السبورت النظام الرياضي، وعندنا نظام التراك. هو راح هسه من هنا نظام التراك يا اخوان يسوي شيء جدا غريب. هسه راح ادوس هنا، حيقول لي دوس، ظل دايس على الدقمه على مود توصل للتراك. شوف ظليت دايس، هسه صارت تراك، وهسه حنسوي اكتيفيت للتراك. السياره كلها طفت من هنا، طفت كل التكنولوجيا اللي بيها، طفت كل الكاميرات، طفت تكييف، كل شيء طفى بيها، وبقت بس الشاشه مشتغله. طبعا حاط لك هنا همينه درجه حراره التايرات، لان تعرفون بالسباقات هاي التفاصيل مهمه. مثل ما تشوفون هنا همينه اعدادات السياره كلها على سبورت بلس، على الفول، يعني مثل ما نقول. هنا كاتب لك تراك، وهنا كاتب لك 4 ويل درايف، ان السياره على الدفع الرباعي، يعني انسى شيء اسمه تزحلق. طبعا عندنا همينه الام تقدر تحط بيها الكونفجريشن الخاص بيك او الاعدادات الخاصه بيك. بمجرد ما انت تدوس هنا، تدوس كونفيرم، ها هي صارت السياره على الاعداد اللي انت تريده. وعندك همينه هذا الام من هنا نفس الشيء، هاي تقدر تسوي الاعدادات مالتك كامله، تقدر تتحكم بالسياره بشكل رياضي مثل ما تريد. وطبعا ويا كل هذا ما ننسى التدفئه مال الستيرن. طبعا شغله ثانيه بالسيارات الكربون فايبر، دائما ما يكون بيها سن روف باغلب السيارات على مود الوزن وتقليل الوزن، لان السن روف او الفتحه مال السقف وزنها يكون كلش ثقيل، وهم بهاي السياره محاولين يقللون الوزن على قدر الامكان. هسه خليني اشوفكم المحرك، بعدين حنسمع صوت الاكزوست مالتها. هذا شكل المحرك مالتها. طبعا ال8 سلندر، ال 4400، سعرها ماشيه 26000 ميل، يعني بعدها ما بيها اي مشاكل، بس حبيت اشوفكم شكل المحرك. طبعا هو صوت الاكزوست بلش شيء نغمه، ولكن حكبسلها شويه، خلينا نسمع صوت الاكزوست مالتها بالكبس.